لا تدين حدا مصاري، لأنك راح تخسره والله. لأنه وقت يريد يوفيك وبعد 3 سنين أو 4 سنين يريد يوفيك، يقول لك يا أخي إيش بيك مستعجل؟ أريد أطير، أريد أطير. اصبر شوية، أنت صابر له 3 سنين ترى، وما أنت فاتح فمك بحرف ولا شيء، ولا أنت مطالبه، ولا أنت زعجه، ولا أنت مقرب عليه. ووقت إنك تعوز هالمصاري وتقول له خيو أريدهن، عرفت شلون؟ وش بيك خيو مستعجل؟ وخيو اصبر علينا. خيو عادي يقوم يروح يسولف عليك قدام الناس انه انت ما انت شايف شيء. شايف جاء طالبنا البارح خيو خذيتهن، وجاء طالبني هذا الشخص خيو مو شايف شيء، والخيو مصاري واريدهن. يا اخي اطالبك اليوم باكر بعد باكر، عرفت شلون؟ دينتك اياهن قرضة الله حسنه، رجع لي اياهن. عيب عليك عاد، استحي. طيب مرة، مرتين، 3، 4، 10 ما توفي. امتى تريد توفي خيو؟ امتى تريد توفي؟ عرفت علي شلون؟ شباب حياتكم لا تدينون حدا مصاري، والله نصيحة، لا تدين حدا خالص، لأنك راح تخسره. حتى إذا كان صاحبك راح تخسره، لأنه فورا راح يقول لك ايش بيك يا رجال؟ أريد أطير. هنا صار لنا 3 سنين، عادي، اصبر لك أنه 2 تا يوفيك. هذا إذا يريد يوفيك، وإذا ما يريد يوفيك انسى، ودع حبيبك هواك. يعني ما ظل عليك الا تقول له خيوم سامح وخالصين، هيك انت يرتاح. ما عرفت علي شلون؟ لا تدينون حدا تعرفونه، عرفتم علي شلون؟ لانه راح تخسرونه قولا واحدا، صدقوني راح تخسرونه. اذا صاحبك ولا اخوك ولا عمك ولا مين ما كان يكون، راح تخسر. وبس اعطيته مصاري وصار بيده، اعتبر حالك انت خسرته. لذلك لا تعطي مصاري مشان ما تخسروا، مشان تظلون احباب واصحاب وتظلون تسلمون على بعضكم والامور طيبه بيناتكم. بس امتى ما دينتوا مصاري وجاوا فاهم بعد 3 سنين، او طالبتوا بعد 3 سنين او 4 سنين، عرفت شلون؟ راح يقول لك تحق يا اخي يا رجال مو شايف شيء. يا اخي ماني شايف شيء، مصاري واريدهن على شيء يعني تسوي بيها هجدان، يعني تمرمطني وتعذبني ورايح وجاي واستناك وما ادري شنو. قول لي خيو مالك مصاري وريح راسك، عرفت علي شلون؟ لا تعطون حدا مصاري، لا تدينونه، تشوفونه وش ما تشوفون وضعه لا تدينونه ولا ترحمونه، لأنه وقت ترحمه أنت هو استغلاك وخالص وراح يركبك من الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.